تطوراتنا الإخبارية متعلقة كمان بلقاء مهم وليه علاقة بخلفية الأحداث اللي بتجري في المنطقة. النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي والوفد المرافق ليه، وده كان بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق طبعا الاستقرار في الشرق الأوسط، الأزمة الحالية في قطاع غزة، التطورات اللي بتشهدها وتصاعد التوتر الإقليمي، بالإضافة طبعا إلى عدد من الملفات المهمة اللي لها علاقة كمان بالعلاقات الثنائية ما بين مصر وروسيا، تطورات الأوضاع كمان في الجبهة الأوكرانية، جهود محاربة الإرهاب وغيرها من القضايا اللي دايما كانت محل تعاون ونظر ما بين مصر وروسيا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية وملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقد تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة.